بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي متابعين على قناتي وعلى اليوتيوب، أهلا بيكم. القصيدة الجاية دي أو الموضوع اللي احنا هنتناوله ده موضوع الإدمان، وده موضوع شائك، وأنا اتكلمت فيه كتير بصراحة، ولكن على رأي المثل اللي بيقول قال اقرأ يا أبو الحسين، قال مين يقرأ ومين يسمع. الإدمان ده نوعين، في نوع بيبقى مع تجار المخدرات، وده مشهور من زمان معروف، اللي هو كان زمان معروف الأفيون والحشيش والهيروين والكوكايين. ودلوقتي دخلت أصناف جديدة اسمه مش عارف الشامبو، ولا مش عارف اسمه ايه، نوع كده أنا مش عارف اسمه ولا عايز أعرف اسمه. والنوع التاني بيبيعوه في الصيادلة اللي هو العلاج، وطبعا صنفوه للإدمان. في ناس بتاخده كعلاج زي الترامادول وغيره، والنفوسين والتوسيفان بتاع الكحة، وناس عشان في نسبة مخدر بياخدوه للأسف كإدمان، وبياخدوه بسعر غالي جدا. وللأسف الشديد أنا بشوف يمكن لو واقفين 10 زباين على الصيدلية، بنلاقي منهم 5 بياخدوا علاج حقيقي، و5 بياخدوا ما بيسموها اسمها المسائل. أنا مش هنتكلم كتير، ده موضوع شائك وعايز يوم نتكلم فيه يوم كامل ومش هيخلص. القصيدة الجاية دي قصيدة بعنوان ده صيدلية ولا خمارة. بقول فيها الصيدلة صيدلية والمفترض فيها دواء للعيان، قلبوها لخمارة ويروح لها السكران. مش قاصد علاج لمرض وقاصد الإدمان. الصيدلة تاريخ وتاريخها له أزمان، موجود بوجود المرض ومذكور في القرآن من عهد أيوب النبي، لما صبر على الأذران ونادى في يوم ربنا وأخذ بالأسباب. ونادى في يوم ربنا وأخذ بالأسباب، بعد ما صبره خلص قال افتح يا رب الباب، يا رب صبني الضرر. قال يا رب صبني الضرر وانت غفور تواب. نادى وقلب انفطر وربنا استجاب. نادى وقلب انفطر وربنا استجاب. وكان مثل في الصبر، والصبر ملوش حساب، واستجاب له ربنا وكتب له علاج غلاب. استجاب له ربنا وكتب له علاج غلاب. قال اضرب برجلك هذا مغتسل وشراب. قال اضرب برجلك هذا مغتسل وشراب. الصيدلة علم والصيدلي فنان. الصيدلة علم والصيدلي فنان، ويصرف دواء للروشتة ويركب دواء أسنان. الصيدلة رسالة وقسم على الإيمان. الصيدلة رسالة وقسم على الإيمان، فيه اللي حفظ العهد وفيه اللي غدر وخان. منع الدواء عن مريض وباعه غالي للإدمان. منع الدواء عن مريض وباعه غالي للإدمان. غلى النفوسين خلصوا عن النفوسين وراحوا للتوسيفان. لما خلصوا عن النفوسين راحوا للتوسيفان. المدمن يشرب قزازة واثنين ومش شبعان. المدمن يشرب قزازة واثنين ومش شبعان. ضحكوا عليه السكارى وقالوا له تكون نبهان، وهو أهبل وجاهل وأكيد مش فهمان. وسنة بالكثير انهزم بعد ما كان خزان. والسنة بالكثير اتهدم بعد ما كان خزان. الصيدلة تحولت لتجارة وبزنس مان، ودخلت عليه أصناف ما كانتش في عهد زمان. علاج للتأسيس وعلاج للتخسيس وعلاج للجربان وعلاج يقوي العضل ويعلي في البنيان، وعلاج يقوي العضل ويعلي في البنيان، وعلاج يكبر صدر البنية حنان، وعلاج يكبر صدر البنية حنان، وعلاج للنحافة وعلاج للهيافة، وعلاج يصحيك لو كنت في يوم نعسان، وعلاج يقوي المناعة، وعلاج بيعمل وداعة ويعمل حنان، وعلاج بيعمل وداعة ويعمل حنان. ألف رحمة عليك، الله يرحمك يا زمان، لما كان العلاج ببصل والبان ببصل وعصير قصب والبان. الله يرحمه، ألف رحمة عليك، الله يرحمك يا زمان، لما كان العلاج ببصل وعصير قصب والبان، وخرج نعناع وليمون وششم للعيون، وخرج نعناع وليمون وششم عيون، وصبر وإيمان. الصيدلة مش دواء ومريض كان عيان. زمان العلاج كان علاج بيصرفوا العيان. زمان العلاج كان علاج بيصرفوا العيان. قليله أصبح علاج وكثيره بقى إدمان. والصيادلة فاهمين كلامي حتى تسألوا سمعان. والصيادلة فاهمين كلامي حتى تسألوا سمعان. كم زبون بيجي للعلاج وكم زبون إدمان. كم زبون للعلاج وكم زبون إدمان. لكنه صيدلاني محترم
لكنه صيدلاني محترم حفظ العهد وعمره ما خان. لكنه صيدلاني محترم حفظ العهد وعمره ما خان. تحية لكل محترم وتحية لأخونا سمعان. تحية لكل محترم وتحية لأخونا سمعان. ودي قصيدة عن الإدمان. احنا بنقول لكل صيدلي محترم لك التحية ولك منا التقدير. وكل صيدلي بيتاجر في أبدان البشر وعقول البشر طبعا أكيد ربنا هيحاسبك يوم القيامة. ولكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.